أخت أم يوسف من شرم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أنا عايزة بس أسأل حضرتك في حاجة. نعم. هي بخصوص النقاب. أنا سمعت من الشيخ محمد حسان ومن كذا شيخ كبير إنه المفروض إن النقاب دوت فرض، وعلى العكس سمعت برضو إنه هو المفروض إنه زي فضل أو سنة مؤكدة. فأنا عرضت الموضوع دوت على جوزي وقلت له أنا ما عنديش استعداد إن أنا أتحاسب، يعني لو هو فرض أنا هلبسه. وحاولت ان انا يعني اكلمه في الموضوع ده كذا مره واقول له ان في راي بيقول كده وراي بيقول كده، بس هو قال لي طالما في رايين انا مش عايزك تلبسيه، يعني التزمي، البسي عبايات وطرح، حسني من لبسك، لكن مش عايزك تلبسي النقاب. تمام. وانا خايفه، يعني انا في قرارة نفسي خايفه لحسن يعني اموت وابص الاقي نفسي بتحاسب على النقاب، ايه العمل؟ فانا قلت له بص انا بشهد ربنا ان يا رب لو النقاب دوت فعلا فرض وكان فريض عليا وانت رافض انت اللي تشيل الوزر. فانا مش عارفه اعمل ايه، هل البسه لاني انا عارفه برضو ان لا طاعه للزوج في معصيه الله. هل البسه وهو مش راضي؟ طيب. ولا ما البسوش واستنى لغايه لما ربنا يهديه، ولا اعمل ايه؟ طيب حاضر. وشكرا لحضرتك قوي. الله يخليك. اتفضلي. مين معانا؟ يوسف، اتفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. معايا فضيلة الشيخ. ايوه اتفضل. حضرتك دلوقتي الحج يوم 8 لمنى وبعد كده لعرفة ومن عرفة المزدلفة، ومن مزدلفة تروح لمنى تاني عشان ترجع من رجم العقبة الكبرى. الوقت ده بعد ما ارجم هروح على الحرم اطوف طواف الافاضة. خدت بالك حضرتك معايا؟ ثم بعد ذلك احلق. الوقت ده بيبقى فيه زحمة وممكن واحد يطلع مثلا ايه يقعد لحد المغرب هناك في مكة. ده سؤال، هل ممكن بقى ارجع بالليل؟ ممكن ده هو ده الصح يعني، انا بسأل حضرتك هو ده الصح ام لا؟ طيب لو انا بت في مكة اليوم ده ورجعت تاني، واخد بال حضرتك معايا؟ المبيت في مكة لا. المبيت في مكة لا. طب وإن حصل؟ إن حصل إيه؟ يبقى يلزمك الهدي، ذبح. لازم فدية. في مكة. نعم. لازم ترجع تاني تبات في. نعم. طيب هل لو الصبح بقى أنا أروح أقعد الصبح يعني بعد الظهر أروح حضرتك ما لا تشق على نفسك، مش لازم تروح يوم 10 ذي الحجة إنك تروح تطوف طواف الإفاضة، لكن يمكنك إنك تطوف تاني يوم يعني تقدر تطوف تاني يوم 11. يعني إذا كانت الدنيا زحمة لا تشق على نفسك وتصوم في يوم 11. طب عايز أرد يا أستاذ حمدي. معانا الأستاذة أمنية، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة بقالي 7 شهور ربنا يكرمك، وحامل في الشهر الرابع. نعم. بس عندي ضيق تنفس. أيوه. ومع الحمل مش قادرة أخد نفسي من تحت النقاب. تمام. فينفع إن أنا أقلعه؟ طب حاضر أقول لحضرتك. طب ماشي. أخت أم يوسف والأخت أمنية الاثنين بيتكلموا في مسألة النقاب. بتقول إن جوزها مش عايزة تلبس النقاب، لكنها عايزة تحسن من ملابسها وبتاع. ده شيء طبعا طيب وكويس وجدا، لكن هي بتسأل فيما إذا كان النقاب فرض أم غير فرض. طبعا الموضوع درس بحثا في كلام مشايخنا الكبار والعظماء، وأنا بقول ويمكن طلبت من إدارة قناة الناس عودة هذه الحلقة اللي هي بتاعت عورة المرأة المسلمة اللي أنا شرحتها في سنة 2007 قبل الميعاد ده وقبل القصة اللي احنا فيها. بقول إن هناك اتفاق بين الفقهاء على أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. خلي بالكم بقى، يبقى حضرتك حسني من ملابسك لا بأس في ذلك، اللي هي الأخت أم يوسف من شرم الشيخ، حسني من ملابسك ده جيد، البسي ملابس واسعة ملابس طويلة لا تكشفي شيئا من جسدك إلا الوجه والكفين، بشرط إن حضرتك ما تحطيش أي من المساحيق على وجهك. إذا عملت كده فقد أصبت عين الحق وليس هناك أي مشكلة في الموضوع. طيب أنت بقى تسأل النقاب فرض؟ لا، النقاب ليس بفرض، إنما النقاب على خلاف العلماء في من قال أنه مستحب ومن قال أنه واجب ومن قال، كل واحد على حسب وجهة نظره وفهمه لهذه المسألة قال هذا الكلام. والفقهاء أنفسهم مختلفون في هذه المسألة، ما بين القائل بوجوبه وما بين القائل بمستحب أنه مستحب وما بين القائل بذلك، لكنه ليس بفرض. ومعنى ذلك أنك لا تسألي عنه، والدليل على ذلك أنك في الصلاة تكشفين أو عن وجهك في الصلاة، وأنك في الإحرام تكشفين عن وجهك في الإحرام. خلاف بقى أهل العلم كلهم
ان هي لا تكشف في الصلاة، ولو في حد معدي في الحج ولا غيره خلاص تستر على وجهها وتستر على كذا. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. أما كشف الوجه أمام الرجال فهذا خلاف الأولى. لكن ما أقولش أنه حرام وما أقولش أنه مفروض. ولو حضرتك سمعت حلقات مشايخنا العظماء اللي ذكرت أسمائهم في السؤال ستجدين أنهم رجعوا عن هذه الأقوال وقالوا كلاما آخر في الفترة الأخيرة في حكم النقاب. ليه؟ لأن الحكم الشرعي ما ينفعش حد يقول فيه كلمتين، والحكم أو الأمر المختلف فيه ما ينفعش نتشدد فيه. المختلف فيه ما ينفعش نتشدد فيه، لكن لابد أن يكون. ولذلك المشايخ يسروا في هذه المسألة ولعلهم يعني استفاضوها شرحا في الكلام وقالوا أنه ليس بفرض. هناك إجماع على أن النقاب ليس بفرض، وعشان كده أنا بقول الكلام ده. طبعا ده مش يعني هي مش مسألة محاربة للنقاب ولا حد يكون فاهم الكلام غلط، لكن أنا بقول إن دايما لما يكون الشيخ بيتكلم من متأصل بضوابط علمية بقواعد فقهية بالكلام ده ما يقدرش يغير كلامه في يوم من الأيام. ليه؟ لأنه خلاص هناك ضوابط ثابتة ماشي عليها، فما يقدرش يعدل ولا حاجة. عشان كده أنا بقول لأم يوسف خليكي على رأي زوجك فيما ذهب إليه وافعلي ذلك، وارتدي ملابس جيدة وملابس طيبة وواسعة وفضفاضة وغير شفافة كما قال أهل العلم بذلك، والبسي وارتدي حجابك ولا تكشفي شيئا من جسدك، واكشفي وجهك كما قال لك الزوج بشرط أن يخلو وجهك هذا من الزينة مطلقا، لا كحل ولا ميك اب ولا كل مساحيق ولا كل الكلام اللي بيقولوه ده ممنوع تماما. لكن لو حطيتي حاجة من دي وجب ستر الوجه قولا واحدا عند كل أهل العلم. إذا حطت المرأة شيئا من المساحيق على وجهها أو شيئا من الزينة وجب ستر الوجه قولا واحدا. ده عشان نبقى احنا مفصلين المسألة في هذه المسألة. الأخت أمنية طبعا هي منتقبة، عندها ضيق في التنفس، عندها كذا، ولأنه ليس بفرض لذلك يجوز لها ألا ترتدي النقاب أثناء الحمل. لكن أقول لك بعد الحمل ارتدي النقاب مرة ثانية. طب في أثناء الحمل بقى وانت مش مرتدية النقاب على ان انت اعتدتي ارتداء هذا النقاب، ينبغي عليك ان تتحفظي في بيتك كثيرا اكثر مما يكون، وما تحاوليش ان تخرجي كتير الا للضرورة القصوى، وبرضه بهذا الشرط ان تكون الملابس واسعة وان تكون فضفاضة وان تكون هذه وان لا يكون الوجه فيه شيئا من الزينة، وان لا يكون الثياب يعني مجسم على جسد المرأة، لان هذا كله لا يجوز، وان لا يكون الثياب للشهرة اللي هو ثياب الموضة. وانتوا طبعا عارفين حضراتكم دلوقتي بقى في حجاب موضة وبقى في فستان موضة وبقى في حاجات كده. طبعا وقت البرنامج انتهى، وانتوا يعني جيتوا في الاخر وجبتوا حاجات كانت محتاجة اكثر من هذا تفصيلا وتشريعا، لكني عايز اراجع واقول بسرعة ان الوحي عرفنا انه في اللغة يطلق على عدة معاني مختلفة، وعرفناه في الاصطلاح اصطلاح اهل العلم، وعرفنا ان الوحي لا شك انه من الاهمية بمكان، وان هذا الوحي معرفتنا للوحي انما تخرجنا من هذا الكلام. لعلي اتواصل معكم في النقطة اللي انا وعدت بالحديث عنها، ان ازاي لما نعرف الوحي نقدر نكشف زيغ اهل الضلال واهل الفساد. لعلي أتواصل مع حضراتكم في الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.